استأذنك اخويا سافر امريكا فيزا سياحة وقدم لجوء، هو بقاله سنتين، هل ده ليه اضرار عليا لو قدمت سياحة او هجرة من مصر؟ موقف اخوكي اللي قدم على لجوء وهو على فيزا السياحة ده مش هيأثر عليكي بشكل مباشر كفرد مستقل بيقدم ملف بتاعه سواء على فيزا سياحة او على الهجرة من مصر. بمعنى تاني، مفيش قانون في امريكا بيقول لك ان انت مرفوض او بيقول لك ان انت مرفوضة بسبب اجراءات اخوك اللي خدها في امريكا. طلب اللجوء ده اجراء خاص باخوك، هو مرتبط بظروفه هو الشخصيه مش بظروفك انت كمان. القانون الامريكي بيتعامل مع كل فرد في العيله كملف منفصل تماما عن بقيه الافراد التانيين. لكن ركزي معايا في النقطه دي لانها مهمه جدا ومحتاجه انتباه كبير. ممكن يتم التدقيق في ملفك بشكل اكبر من المعتاد بسبب وجود اخوكي اللي في امريكا وهو مقدم على اللجوء. ده بيحصل لان السفاره الامريكيه هتفترض احتماليه ان انت تكرري نفس خطوه اخوكي دي لما تسافري امريكا. عشان كده لازم تكوني مستعده ومجهزه كل اوراقك ومستنداتك بشكل قوي وكامل. اوراقك دي لازم تثبت ان نيتك من السفر لامريكا هي السياحه فقط والعوده تاني لمصر في الميعاد المحدد. لازم تثبتي للسفاره ان عندك ارتباطات قويه جدا في مصر تضمن رجوعك تاني بعد انتهاء زيارتك من امريكا. لو بتقدمي على هجره شرعيه زي تم الشمل او فيزا عمل، الموضوع هيكون مختلف وهيتم تقييمك بشكل فردي، مش هيبقى ليهم دعوه بملف اخوكي خالص. وجود اخوكي ده مش هيكون هو السبب الرئيسي لان انت تترفضي طالما ملفك قوي واوراقك كامله وصحيحه. لكن لازم تكون اجاباتك كلها واضحه ومنطقيه ومطابقه لكل اللي انت بتقدميه في الاوراق الرسميه. الخلاصه، انت مش هتدفعي ثمن قرار اخوكي خده هنا في امريكا، لكن لازم تكوني مستعده للتدقيق الزائد اللي هيحصل على الملف بتاع حضرتك. شكرا جزيلا.